اليوم ده مش عادي، انا حبيت اوثق اليوم ده عشان يظهر لي على طول كده لحد ما اعجز وشعري يشيب. النهارده انا رايحه الجامعه، رايحه بالمترو، وصلت محطه منشيه الصدر. اول مره اشوف كميه التدافع وكميه الطلبه دي اللي نازله المحطه منشيه الصدر، اللي هي محطه مترو جامعه عين شمس، اللي هو مدد خير في السعوديه فتحت التاشيره للطلبه هيعتمروا وهيروحوا الحج من دلوقتي ولا ايه، وهياخدوا الطياره من منشيه الصدر على هناك، اللي هو حرفيا انت مش عارف تطلع من المحطه بسبب التدافع. يا جماعه خير في ايه؟ مش قادرين نفهم. كميه طلبه غير عاديه انت ما بتشوفهمش في الفتره الدراسيه العاديه. المهم طلعت لقيت الميكروباصات بتحمل 3 حاجات: اداب، تجاره، حفله. يعني حفله، انتوا شايفين الاقبال، يعني كميه الطلبه اللي نازله اليوم ده او الشباب غير عاديه. فالحفله دي حاجتين: يا اما ام كلثوم رجعت يا اما عبد الحليم رجع. محدش هيحضر بالاعداد دي لحد من اللي موجود. المهم بعد ما ركبت الميكروباص بسالهم رايحين تحضروا حفله ايه؟ قالوا لي احمد سعد جاي يغني. احمد سعد بتاعت ارزعني واحد نكته تجيب مراره؟ انتوا نازلين العدد ده كله عشان احمد سعد؟ هو ربنا انعم عليه بموهبه الصوت، بس مش لدرجه ان اروح احضر له حفله. يعني انا منزلش والتزاحم ده وسط الناس دي كلها والطلبه دي كلها والتدافع ده كله اللي اول مره اشوفه في حياتي عشان احضر حفله لاحمد سعد. ده احنا بنشحتكم عشان تحضروا المحاضرات والسكاشن، والله بنشحت الطلبه، بنطلع ندور على الطلبه في الحرم الجامعي. ده انت لو هتاخد بونص ولا درجات ما كنتش جيت. ده في ناس ما بتجيش امتحان الميد ترم ولا الكويز ما بيبقى فيه عليه درجه.